ده هو بنزا، تاجر بيعيش في عالم غير العالم بتاعنا، وبتكون المملكة اللي عايش فيها اسمها بالوما، والعالم ده بيكون في البشر وأنصاف البشر، ولكن أنصاف البشر بيكونوا مضطهدين في العالم ده ومحدش بيحب يتعامل معاهم. ولكن صديقنا بنزا بالرغم من كده معاملته معاهم بتكون كويسة جدا، وبيكون كل تفكيره إن البشر وأنصاف البشر زي بعض. وفي مرة وهو في السوق بيبيع لأنصاف البشر بيخلص الصفقة معاهم وبيمشي، ولكن فجأة وهو بيتكلم مع المساعدة بتاعته كوين بتحصل حاجة غريبة جدا، وبنلاقيه فجأة اختفى، والبنت بتقول هو راح فين، ولكن صاحبنا بيكون انتقل لعالم تاني. وأول ما بيوصل بيكون في راجل عجوز كده بيرحب بيه وبيعرفه إن دي مملكة يورد السحرية، وبيناديه بالبطل المختار. ولكن الولد مش بيكون فاهم حاجة نهائي، فالراجل العجوز بيشرح له إنهم بيصارعوا أبطال من عوالم مختلفة علشان يساعدوهم يحاربوا جيش ملك الشياطين. والأبطال دول لما بينتقلوا بيجيلهم قوة خارقة، يعني بيكون عندهم قدرات خاصة. والمرة دي الاختيار وقع عليك يا صاحبي. وبعدها بتيجي نصف بشرية وبتاخد ايده وبتحطها على الجوهرة دي، وبتقول له ان الجوهرة دي بتقيس القدرات اللي الشخص حصل عليها. واول ما صاحبنا بيحط ايده على الجوهرة البنت بتتصدم. الواد ما عندوش اي قدرات خارقة نهائي، وكل قوته عادية جدا، فكل اللي في المكان بيجي لهم خيبة امل كبيرة. ولكن فجأة بنشوف واحد تاني جنبه بشعر اصفر، وكل اللي في المكان بيكونوا مبهورين منه لانه قوته عالية جدا. وبعدها الكل بيسيب بنزا وبيروح عند الواد بشعر اصفر، وكانوا بيمدحوا فيه، والواد اصلا باين عليه انه مش سالك، وبيخلوا الواد بشعر اصفر ده يقابل الملك وبيتم تعيينه بطل للمملكة. وفي مكان اخر صاحبنا بنزا بيكون واقف كده وبيفكر يرجع مملكته، وبعدها بيحملوه في عربية نص نقله، وبتكون معاملتهم معاه وحشة جدا. والملك بيقابله وبيقول له انه للاسف البوابة اللي جه منها اتقفلت، وهم مش هيقدروا يعملوا له اي حاجة غير انهم بس هيخلوه يروح يعيش في غابة اسمها ديليفيزا، وكمان ممنوع انه يقول لحد عن اللي حصل. واول ما بيركب العربيه بيكون في واحد بيسوقها وبيكون نصف بشري، وبنعرف منه ان العالم ده البشر والنصف بشري واحد، يعني مفيش موضوع العبيد ده خالص. واول ما بيوصل الراجل ده بيديله كيس سحري، والمفروض ان الكيس ده يكفيه اكل وميه لفتره طويله، وكمان بيحذره من المنطقه دي لان فيها جنود ملك الشياطين. وبينما هو ماشي بنزا صاحبنا بيفتح الكيس السحري وبيلاقي فيه كل حاجه، فبيطلع السيف علشان لو قابلته اي وحوش. واول ما بيطلع بتظهر له كائنات سلايم، وبيكون باين عليها انها مش مفترسه، ولكن واحده منهم بتهجم عليها وبيصد ليها في اخر لحظه. وفجاه بتظهر له رساله مكتوب فيها انه مستواه ارتفع لليفل 2، وبعدها بتظهر له مهاراته اللي بتكون غريبه جدا، وبعدها بتظهر علامه جنب مهارته اللي بتكون غريبه جدا، والعلامه دي هي علامه اللا نهايه، يعني باختصار كل مهاراته بلا حدود. وصاحبنا شكله حصل على قوه اسطوريه. وبعدها بيظهر له صوت النظام وبيشرح له ان هو بعد ما ارتفع مستواه يقدر يلقي التعويذات من غير ما يفتح الحقيبه، وبيحصل على مهارات كتيره جدا. ولكن صوت النظام بيعرفه ان في تعويذه محطوطه على الشنطه السحريه وبتكون هدفها انها تموته. فبنزا بيعرف ان الملك واعوانه كانوا عاوزين يخلصوا عليها، وبعدها بيقرر يدخل الغابه، ولكن بيجيله تحذير من النظام ان الغابه دي مليانه بجنود ملك الشياطين، والجنود ده بيقدروا يطلعوا غازات سامة وسحر من أجسامهم بتضر البشر. وبعدها بيؤمر النظام إنه يطهر الغابة، وفعلا بيظهر نور قوي جدا. وبعد كده النظام بيقول له إن كده الغابة اتطهرت، وبنزا ساعتها كان استهلك تلت قوته. ولكن فجأة الواد بيجيله إشعارات كتيرة جدا بتقول إنه مستواه ارتفع لحد ما وصل ل 367، ولكنه بيكتم الإشعارات لأنها بتكون مزعجة، وبيتأكد من طاقته السحرية. وأول ما بتظهر الواد بيصطدم، قوته رجعت كملت بسرعة البرق. وبعدها بنشوف الملك وفي واحدة من الأميرات بتكون مشفقة على بنزا وكمان على اللي حصل له، وشايفة ان اللي حصل ده غلط، وبتقول للملك كده، ولكنه بيكون شايف ان بنزا مجرد جند ضعيف وكمان ملوش اي لازمة، فمش مهم حتى لو هيموت. وبعدها بيدخل واحد على الملك وبيقول له ان اقوى انواع السحر اللي ما ظهرش من قرون ظهرت حاليا، والسحر ده هو سحر الابادة اللي استخدمه صاحبنا بنزا. بس الملك بيكون معتقد ان الواد ابو شعر اصفر هو اللي عمل كده، ولكن الحراس بيقولوا ان السحر جه من الشمال والواد ابو شعر اصفر ده متجه للجنوب. فالملك ساعتها بيتصدم. وبعدها بنشوف صاحبنا بنزا وبيقول انه عايز يروح للمدينة، ولكن بيفتكر ان الملك منعه يدخل المدينة، فالنظام بيقترح عليه انه يستخدم سحر التمويه. وفعلا اول ما بيفعل السحر شكله بيتغير، وبعدها بيقرر يروح للمدينة، ولكن النظام بيرجع يقترح عليه اقتراح تاني وبيقول له انه ممكن يستخدم سحر الانتقال، وفعلا بيستخدمه وبيروح على المدينة. وبعدها بيروح على نقابة المغامرين، والبنت اللي هناك بتشرح له ان كل مستواه يعلى كل ما هياخد مهمات اصعب، فصاحبنا من غير اي تفكير بيوافق، وساعتها بيخلوا اسمه فيليو. وبعدها بتكون في بنت صغيرة بتطلب من المغامرين انهم يروحوا معاها غابة ديليفيزا لان اهلها عايشين قريب من هناك، ولكنهم كلهم بيرفضوا لانهم فاكرين ان لسه جيش ملك الشياطين هناك ومحدش بيرضى يساعدها، لحد ما بيجي بطلنا وبيقول لها انه هيروح معاها وكمان هيروح عن طريق سحر الانتقال. واول لما بيقول الكلمة دي المكان كله بيتقلب، كل اللي في المكان بيصطدم،
وده علشان سحر الانتقال ده بيكون من رتبة عالية جدا ومش اي حد يقدر يعمله. ولكن في شوية بنات بيجوا وبيكونوا بيهجموا على صاحبنا لانهم فاكرين انه مجرد نصاب او واحد بيخطف الاطفال، وبيكون دول هم الفرسان، ولكن بيقول لهم تعالوا معايا واتاكدوا بنفسكم. وفعلا بيروحوا على مكان ما فيهوش حد، وبعدها صاحبنا بيفعل سحر الانتقال وفجأة بيوصلوا على الغابة على طول، وكل البنات بيتصدموا من السحر ده، وبعدها كلهم بيتأسفوا له من اللي حصل. والبنت الصغيرة بتقول إن كان في طاقة شيطانية هنا لكنها اختفت، وبنزا صاحبنا بيكون هيقول لها، ولكن بيجي له إشعار من النظام إنه ما ينفعش يقول أي حاجة للشياطين. وبعدها البنات كلهم بيحاصروا البنت الصغيرة وبيقولوها إنها شيطانة، فالبنت بتفضل تعيط، بس فجأة بنلاقيها بدأت تضحك والكل بيتصدم. وبعدها البنت بتتحول لكائن ضخم جدا وبتقول إنها أخت أحد ملوك الشياطين الأربعة، وبتفرز مادة سحرية بتأثر في كل البنات التانيين ولكن مش بتأثر في بطننا. وبعدها الشيطانة بتبدأ الهجوم على البنات، بس بنزا بينقذهم في آخر لحظة وبيستخدم سحر الانتقال وبينتقل هما الأربعة للمدينة، وبيتبقى هو والشيطانة بس. والبنت الشيطانة دي يبدو إن قوتها ضخمة جدا، وصاحبنا بعدها بيبدأ يستخدم كل التعويذ اللي عنده وكلها بتكون تعويذ قوية جدا، وبعدها بيستخدم سحر الجاذبية، والبنت الشيطانة بتتهبط في الأرض وما بتكونش قادرة تكمل. وبنزا بيسأل النظام إن كان في سحر علشان يقدر يقيدها، بس النظام بيقوله إن في سحر واحد هو سحر الاستبعاد، وده بيسمح لك تتحكم في أفكار عدوك وتخليه العبد بتاعك. بس بنزا بيكون رافض بيستخدم السحر ده لأنه كان بيستخدم في العالم بتاعه وهو مش حابب السحر ده أصلا، فالنظام بيفضل يلح عليه ولكن بيكون رافض الفكرة تماما. وبعدها البنت الشيطانة بتستسلم وبتقول لبنزا خلاص خلص عليا، بس بنزا بيقول لها إن هو مش عاوز يخلص عليها وأصلا هو مش حابب القتال، وكمان هو مش بيخلص على حد استسلم. فالبنت بتصطدم وبعدها بترجع لشكلها القديم تاني، فبنزا بيقول لها إن هو هيسيبها تمشي بشرط ما ترجعش تقاتل البشر تاني، بس البنت ساعتها بيغمى عليها فبياخدها بنزا وبيخيمه، واول ما بتصحى بتلاقي نفسها استعادت كل سحرها، وده علشان بطلنا استخدم سحر الشفاء عليها. وبعدها بتقول له ان اي حد كان مكانه كان خلص عليها لكنه ما عملش كده، وبتقرر انها ما تحاربش اي بشر تاني. وبنعرف ان البنت دي اسمها فينزيس، وبتقول له ان بسبب قوته ده هي هتكون العبده بتاعته وتخدمه، بس بيرفض الموضوع ومع ذلك بتفضل تتحايل عليها، فبيقول لها لو حابه تمشي ورايا مفيش مشكله، وبيوري لها شكله الحقيقي وبيعرفها كل حكايته من البدايه لما كان في عالمه، وده لحد لما الملك مشاه من المملكه وبيعرفها على كل المخاطر لكنها بتكون مصره تكمل معاه. وفي مكان تاني الملك بيكلم الواد ابو شعر اصفر وهو كان متعصب منه لانه ساب كل الجنود تموت، بس الواد بيلقي اللوم كله على الجنود وبيقول له انهم ضعفاء ومعرفوش يعملوا اي حاجه وبيمشي. فالملك بيسأل لأحد الحراس عن اللي حصل بالظبط، فبيحكي له ان الواد ابو الشعر اصفر ده كان واقف في الصف الخلفي وهو حاطط الجنود من قدام وبيخليهم يموتوا وما كانش بيعمل اي حاجه بنفسه. فالملك ساعتها بيتعصب جدا، وبنشوف الواد ابو شعر اصفر واللي بيكون متعصب بسبب انه مهارته مش بتزيد، وبيقول في نفسه انه لو واجه اي وحش هيموت على طول، وبيبدو ان مهاراته كلها وهميه. وبنروح بقى لبنزا وفينزيس وهما بيتجولوا في السوق، والبنت فينزيس بتناديه دايما بلقب سيدي، فبيقترح بنزا عليها فكره انهم يعملوا كانهم متجوزين. ففينزيس اول ما بتسمع الكلام ده بتوافق وبتكون فرحانه زي الهبله، وبيروحوا بعدها على نقابه المغامرين، وده علشان فينزيس تسجل نفسها هناك ويعملوا كام مهمه كده علشان يجمعوا فلوس. والبنت اللي واقفه بتسال فينزيس عن اسمها وبتكون هتقول اسمها الحقيقي، ولكن في اخر لحظه بنزا بينقذ الموقف وبيقول للبنت ان اسمها ريس. فالبنت الموظفه بتقول له خلاص تمام، وفجاه وهم واقفين البنت الموظفه بتقول ان في مهمه عاجله في قطيع من الدببه، والدببه دي بتكون هجمه الشمال وهي حاليا جايه ناحيه المدينه ولازم المغامرين يوقفوها، ومسموح لكل الرتب تشارك، ولكن كل اللي في المكان بيكونوا خايفين لان في اشاعات بتقول ان هو ده القطيع اللي هزمه بشعر اصفر، وفي نفس الوقت المكافاه بتبقى 10 اضعاف. فصاحبنا بيكون رافض الموضوع في البدايه، ولكن فينزيس بتقنع في النهايه ان هو يوافق، وبيروحوا بسحر الانتقال على منطقه الشمال، وبتكون النقابه مسلماه بيت فاضي وده علشان يكون مقر صيد الدببه. وبعدها بيسمعوا صوت وبيروحوا عند الصوت، وهناك بيلاقوا الفرسان متحاصره من الدببه وواحده منهم بتكون مصابه والدب بيهجم عليها وخلاص بتكون هتموت، ولكن في اخر لحظه بتنزل صعقه برقيه على الدببه وتحولهم لفراخ مشويه، وبيكون بنزا هو اللي عمل كده، والدب التاني بيكون رايح يهجم على احد البنات بس فنزا بتنزل عليه بركله ساحقه بتموته تماما. وبعدها البنات بيشكروه وبيعرفهم على فينزيس على اساس انها رفيق السفر، فالبنت بتزعل جدا. وبعدها في دب بيكون هيغفلها، واول ما بتبص عليه الدب بيترعب وبيجع على الارض وبيعلن استسلامه على طول. فساعتها فينزيس بتعرض عليهم انهم يخلوا الحيوان الاليف ده بتاعهم، فبنزا بيوافق. بعد كده بيستخدم عليه سحر التقييد وسحر التخفي وبيتحول لحيوان صغير جدا، والبنات كلهم بيصدموا
لان الاتنين قدروا يروضوا دب بالقوة دي، وكمان قضوا على كل الدبابات. وبيروحوا على البيت وهناك البنات بيعرفوه بنفسهم، والبنت اللي شعرها اصفر بيكون اسمها بلورسا، والتانية اللي عندها عضلات بتكون اسمها بلوسوم، وبيكون عندها عضلات لانها كانت شغالة في المزرعة. والبنت التالتة ام شعرها احمر بيكون اسمها بيلري، والاخيرة اللي شعرها بنفسجي دي اسمها بيلانو، والبنت دي بتكون ساحرة بقدرات دفاعية. وبعدها بيحكوا له انهم بقوا فرسان من قريب، وكمان بيطلبوا منه انه يعلمهم القتال علشان هم لسه مبتدئين. ولكن الواد بيقول في نفسه انا اصلا بقاتل بالعافيه. وبيقولوا له ان بعد ما البطل قال ان الجنود اللي كانوا معاه ضعفاء جدا، وقرر ما يساعدش حد لحد ما يجيله ناس اقوياء، وهم عايزين يبقوا اقوياء علشان كده. وبنشوف ساعتها فينزس اللي بتكون متعصبه جدا لانهم بيطلبوا من سيدها انهم يعلمهم القتال، وده بالنسبه لها وقاحه. ولكن بنزا بيهدي الموضوع في اخر لحظه، وبيقول انه عايز يعرفهم على البنت دي اللي تبقى مراته، وهو عايز يعيش حياة هادية معاها. وبعدها فينزس وشها بيتقلب 180 درجة، وبتقول إن لازم يدربهم، وعلشان هو مش هيسيب ناس محتاجة له. فساعتها بيقرر يوافق، وبيكونوا هيقعدوا معاه في بيته، وده علشان المنطقة دي خطيرة ومش هينفع يخيموا فيها خالص. وفي اليوم التاني البنات بيبدأوا يتدربوا، وأول تمرين بيكون عبارة عن إنهم يواجهوا وحش ضخم، ولكن كل ما بييجوا يهجموا عليه بيفشلوا، وكانت قوته ضعيفة جدا. وبعدها بيروحوا، وبيكون بنزا جايب لهم سراير وورق عليهم، وبتيجي فانزس وبتقول انها عملت اكل ليهم. ولكن اول ما بيشوفوا منظر الاكل بيتصدموا لانهم لقوا لحمه نيه. فبنزا بياخدها علشان يطبخها، وبيقعدوا ياكلوا، والاكل المطبوخ بيعجب فانزس جدا. وبيروحوا بعدها على نقابه الصيادين علشان يسلموا الوحوش اللي اصطادوها، ولكن كل اللي في المكان بيكونوا مصدومين من عدد الوحوش. وفي واحد من النقابه اسمه ليو بيكون عايز يتكلم مع بنزا، فبيروحوا مع بعض. وفينزس بتقول ان عندها مشوار خصوصي، واول ما بيقعدوا بيعرفوا ان المملكه كلها بقت عارفه بانجازاتهم، وعلشان كده الملك بيكون محتاجه علشان ينضم لجيش البطل وكمان يكون فارس. ولكن بنزا بيرفض العرض، وده لانه مش عايز يقاتل الشياطين. وفي مكان اخر بنشوف فينزس اللي راحت لدرس علشان تتعلم الطبخ، ولكن ادائها كان وحش جدا وفشلت في كل حاجه حرفيا، حتى معرفتش ترش الملح ولا تولع النار ولا اي حاجه، وكمان ولعت في المطبخ كله. وبعدها بترجع عند بنزا وبتكون متبهدله جدا. وبعد مرور شهر بيكون الملك بيلح على بنزا علشان ينضم ليه، وفي كل مرة بنزا كان بيرفض. وتدريب البنات لسه مستمر، ولكن مستواهم بيتحسن ببطء شديد. وواحدة منهم مش بتحب تقتل الحيوانات اللطيفة، والتانية سحرها ضعيف، فبنزس بيديها خاتم سحري. وأول ما بيمشي بتكون عاوزة تغير مكان الخاتم وتحطه في الصباع اللي جنبه، ولكن بتظهر فينزس ساعتها بوش مرعب جدا وبتقول لها إياكي تعملي كده. وبالورسا بتكون بتواجه وحش وبتقع على الأرض، ففينزس بتساعدها. وبنعرف إن بالورسا بتعمل كده علشان تجذب انتباه بنزا، وبيبدو إن كلهم معجبين بيه. وبعدها بيروحوا علشان ياكلوا، وبتكون فينزس هي اللي طبخت المرة دي، والأكل بيعجبهم كلهم. وبتحكي لهم انها كانت بتروح درس طبخ الايام اللي فاتت، وكمان اول مره تحس ان في حاجه مهمه غير القتال. وبتقول ان كل حاجه بالنسبه لها كانت قوتها، ولكن دلوقتي الموضوع اختلف. وبتكون عامله طبخه مخصوص لبنزا، واول لما بياكلها بتعجبه جدا، لكن في حد بيكون بيراقبهم من بعيد، والبنت دي بتكون عارفه فينزس وبتراقبهم من بعيد. وبنعرف ان اسمها اولي، وهي بتراقبهم. بنلاقي فينزس جت وراها فجاه، وبعدها بيقعدوا يشربوا شاي. والبنت دي بتحكي لهم انها هنا علشان مهمه استطلاعيه، وانها واحده من خدام ملك الشياطين، وبتسأل عن غابة دلفيزا، وبتقول إن الشياطين اختفت فيها. فصاحبنا بيقول إنه استخدم سحر التطهير عليها، والبنت بتتصدم وبتقول إن أخو فينزس كان موجود في الغابة دي وكمان اختفى ساعتها. وفينزس بتقول إن أخوها لو كان موجود كان هيتضايق من شفقتها عليه، وكمان هو كان أحد ملوك الأربعة، وهي بتحمل نتيجة عدم كفاءته. بس أوليمارس بتقول في نفسها إن أكيد الواد ده عدو ملك الشياطين، وكمان فينزس بقت عدوة لملك الشياطين هي كمان. وبتحاول تكشف على قدرات بنزا لكنها ما بتقدرش، وبتطلب منه يخوضوا معركة ودية مع بعض. فساعتها فينزس بتكون عارفة إنها عايزة تؤذي جوزها، وفعلا هي عاوزة تخلص عليهم هما الاتنين. ولكن بنزا مش بيهتم وبيوافق على القتال، وبيطلع بره وبيتعرف على الشروط اللي مسموح باستخدام السحر فيها، والخسران هو اللي هيستسلم الأول. وبتبدأ المعركة، والبنت بتستخدم سحر وتهجم على الواد من السماء، ولكن كانت عاوزة تغفله بهجمة من تحت الأرض. ولكن على مين؟ الواد بيلغي هجمتها بالسحر وبيلقى عليها سحر التقييد، والبنت مش بتعرف تتحرك. وبعدها بتستسلم. والبنات كانوا سمعوهم امبارح، فبنزا بيحكي لهم انهم ما حبش يقول لحد علشان المشاكل، وهو بيقول للبنات لو عايزين تبلغوا عننا نبلغوه، لكن هما بيرفضوا، وده بسبب انهم مدينين ليه بحاجات كتيرة. وساعتها بيسمعوا صوت غريب، فبيطلع علشان يشوف ايه ده، وبيتفاجئ بالبنت اوليمارس جايبه جيش تنانين وبتهجم عليهم. بس بنزا بيدوهم ضربه بسحر البرق بتوقع عدد كبير منهم في لمح البصر، فبقية التنانين بتهرب، والبنت أوليمارس بتهرب معاهم. والبنت بلوتوس بتقول إنها كانت المفروض تستغل الوضع وترمي وحش بالمغرفة وتحصل على لقب قتلة التنانين.
فبنزا بيخليها تجرب، واول لما بترمي بتكون الضربه ضعيفه جدا، فبنزا بيعزز الضربه بالسحر بتاعه فبتبقى قويه جدا وبتقدر تقتل التنين وبتحصل على اللقب اللي كانت عايزاه. وبنشوف ملك الشياطين ساعتها واللي بيكون بيراقبهم وبيقولوا انه هينفذ حركتهم يا صديقي، وشكل الاحداث هترتفع لليفل تاني من العظمه. وفي اليوم التاني بنزا بيقرر يحط حاجز سحر حوالين البيت، وده علشان لو في اي شيطان جرب من المكان يعرفه على طول. وفرينزيس كل ما بتفتكر اوليماس واللي عملته بتتعصب جدا، وبتسال بنزا ليه بيعملها بلطف كده، فبيقول لها ان هو ولا بيعملها بلطف ولا حاجه، ولكن زعلان لانه خلص على اخو فرينزيس، بس مش بيرضى يقول لها انه زعلان بسبب كده. وبعدها بتقول يلا نروح، وبتجرب منه في الواد بيتحرج جدا. وبنشوف البنات واللي بيكونوا بيتفرجوا على لقب قاتل التنانين، فبلوراسا بتقول لهم هروح اتدرب انا، واول لما بتمشي من جنبهم بتنزل عياط لانها كان نفسها في اللقب ده، وده لانه لقب اسطوري واي شخص بيتمناه، ولو كانت خالته وعيلتها كانت هترجع عيله نبيله وكمان هيعيشوا في العاصمه الملكيه. ولكن فجاه بيجي شخص من وراها وبيسأل عن صديق مقرب ليه، فبتقول له قصدك على بنزا ولا زوجته؟ فبيقول لها لا زوجته. فالبنت بتتأكد ساعتها انه من جيش ملك الشياطين وبترفع على السياف، وبيأكد عليها انه نيته خير ومش عايز يعمل لها حاجه وهو بس عايز يطمن على فرينزيس. فبتسأله عن اسمه فبيقول لها انه اسمه غزاله وبيمشي. وبعدها بيجي بنزا وفرينزيس وبيطمنوا على البنت، فبتقول لهم مالكم قلقلين ليه كده، فبيقولوا لها انها كانت واقفه مع ملك الشياطين. فالبنت بتصطدم وبتكون ميته من الرعب. وبعدها ملك الشياطين بيجي لهم زياره في البيت، فبنزا بيرحب بيه وبعدها بيقعدوا وبيتكلموا مع بعض. وملك الشياطين بيسأل بنزا عن السبب اللي مخليه ما ينضمش لجيش البشر، فبيقول لعدة أسباب بسبب إنه مش فاهم سبب القتال بين البشر والشياطين أصلا، وهو كمان مش من العالم ده. فملك الشياطين بيشرح له إن الحرب دي بقالها 500 سنة من أول ما تولى ملك الشياطين الأول الحكم، وملك الشياطين الأول كان جاي من عالم تاني، وفي الوقت ده شعب الشياطين خلوه حاكم ليهم لأن البشر كانوا بيضطهدوه في الوقت ده، ومن ساعتها والحرب شغالة. وبيقول له إنه ما عندوش أي رغبة يحكم العالم، ولكن مش هيسمح لأي شخص بقوة بنزا ينضم للبشر، وبيظهر قوته. وبلاريسا بتكون ميتة من الرعب وهي قاعدة جنبه، وفرينزيس وصاحبنا الاتنين مش بيتأثروا نهائي. وبيرجع بنزا يقول إن هو مش مهتم ولا بالجيش ده ولا بالجيش ده، فملك الشياطين بيقوله إن هو مش هيستسلم لحد ما يضمه معاه، وبيكون منبهر من بلاريسا وبيقول إزاي قاعدة ومش خايفة مني، ولكن البنت اصلا بتكون مرعوبه. ومن ساعتها وملك الشياطين بيجي كل يوم عندهم وبيحاول يقنع بنزا، وكل ما يشوف بلاريسا بيحاول يجرب ليها وشكله معجب بيها، وكل ما بيجي يكلمها البنت بتخترع حجج مختلفه. وفي مكان تاني بقى بنشوف الملك واللي بتوصله اخبار ان في شياطين بيزوروا بنزا كل يوم، فبيعتقد انه انضم لجيش ملك الشياطين وبيكون عاوز يبعت لجنود يقضوا عليها. بس بنته الاميره بتحاول تقنعه انه ممكن يكون بنزا منضمش لجيش ملك الشياطين، ولو بعتنا جنود يخلصوا عليها يتعصب وينضم ليهم، بس الملك مش بيسمع لها. وبعدها بيوصل الواد بشعر اصفر وبيطلب جنود علشان يقنع بنزا بالقوه ينضم ليهم، فالملك بيوافق. وبنشوف صاحبنا واللي بيكون قاعد وبيفكر في حاجه، ففرينزيس بتساله بتفكر فيها، فبيقول لها انه عاوز يصنع معدات من جلد التنين وكمان يبيعها علشان يكسب فلوس اكتر. فبتقول ليه ما تنضمش للملك وهو هيدفع لك فلوس كتيره جدا، ولكن بيقول لها ان هو مش عايز يقاتل اي حد مادام هو مش مضطر لكده. وبعدها في حد بيخبط، فبيتوقع ان هو غزال، ولكن النظام ما قالش اي حاجه ان في شيطان وصل للمكان، فبيطلع علشان يشوف مين، وبيطلع ان الواد بشعر اصفر، وكان ساعتها بيهدد بنزا ان هو لو ما انضمش ليهم هيعتبره خاين ويخلص عليه، لكن بنزا بيكون مصمم ان هو مش هينضم لاي جيش من الجيشين. فالواد بشعر اصفر بيكون خلاص مقرر انه يخلص عليها، فبنزا بيكون ما عندوش حل تاني غير انه هو يقاتل، خاصة بقى لما الواد بشعر اصفر قال انه هو هيقبض على البنات كمان، فبيقرر انه هو يقاتل في مكان تاني. وصاحبنا بيستخدم سحر الانتقال على البيت وبينقل كل حاجة، وكل اللي في المكان بيصطدموا من مهارته الاسطورية. فبنشوف ملك الشياطين غرور اللي بيكون وصل على المكان وملقاش البيت، فبيفكر ان الواد بشعر اصفر وجنوده هم اللي عملوا كده، فبيتعصب جدا وبينتهي الجنود كلهم علشان يبداوا الحرب. وفعلا جنود الظلام بدأوا يتحركوا. وبنرجع بقى لصاحبنا واللي بيكون انتقل على مكان اسمه هجاتو كان بيبيع فيه قبل كده، وكل البنات بيعجبهم المكان جدا وبيروحوا علشان ياكلوا. وفرينزيس بتكون فرحانه جدا لانها موجوده مع بنزا. ويا ترى بقى مين اللي هينتصر في الحرب اللي هتبدا دي؟ استنوا الجزء التاني من الملخص، بس ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، ولو عجبكم الجزء الاول اكتبوا لنا في التعليقات علشان ننزل الجزء التاني في اسرع وقت. ويلا سلام.